اسباب فساديه، لانه المدينه الرياضيه بالبصره اللي كلفت لحد الان 550 مليون دولار طلعت في شنك، يعني بالاحرى مدينه ورقيه باي لحظه توقع. هي على اساس تحوي ما ادري ايش كم 100,000 متفرج، بس الحكي من الصدق يصعدون 100 واحد راح توقع المدينه على راسهم. ما لي علاقه اني ايش قال احد نواب محافظه البصره. انا هم ازيدكم من الشعر بيت انه المدينه الرياضيه مو قضيه سياسيه انه ما اقيمت بطوله الخليج، لا، لقضيه فنيه، لانه العمل كله باطل، لانه جبت لهم ملفات عن الشيش مصوره، الشيش كله مزنجر وبيه صدى، يعني روح شوفها هسه انا عندي مصوره هاي الاشياء وممكن تطلعون عليها. المدينه الرياضيه مدينه يعني ممكن انه تنهار فيها. وازيدكم من الشعر بيت ومزعشر بالقصعلين تحشرمت شرافتاه فخر كالخربع صلي. هاني ما له علاقه، هاي احد نواب البصره، واحلى شيء من كانوا يطلعون يقولون راح نسوي مدينه رياضيه بالبصره، والناس كيفت مدينه رياضيه، وهذا يقول برشلونه راح تجي تفتتح هاي المدينه ويلعبون برشلونه والزوراء، وميسي راح يشرفنا مثل ميماتي من اجل البصره، كان تطلع كلها مياو. يعني الفساد ترى صاير آفة، والله كافي، اتمنى يحشون سالفه ويصدقون بيها، حتى المواطن العراقي يقوم يصدق ولو مره واحده خلال دوره انتخابيه كامله، دوره كامله يوفو مدينه رياضيه على اساس احنا باوروبا، بصوت المواطن على ايش يصدق؟ هذا خبر بس مو فني، خبر سياسي والله. من المتوقع أن تصل الفنانة المصرية غادة عبد الرازق إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل للتفاوض مع مدير مكتب أحد السياسيين العراقيين بشأن قضية زواج سري عقد بينهما قبل أكثر من عام. شلون نعرف منو هو؟ كان ما فضحنا. وتشير المعلومات إلى أن غادة هددت المسؤول العراقي بالظهور أمام وسائل الإعلام لفضحه ما لم يدفع لها أجور الطلاق، والتي تقدر ب 150 ألف دولار عدا ونقدا. شلون نعرف منو هو؟ ادفع اخوي واخلص من هاي السالفه. وتؤكد غادة انها تحتفظ بصور فوتوغرافيه تتعلق بالمسؤول المعرس، الا ان مصادر مقربه من الفنانه المطلقه اكدت وجود جوله من التفاوض بينها وبين مدير مكتب السيد المسؤول، حيث اشترطت الفنانة أن تكون سرية، لأن ما يترشح من أسرار سيطيح بالمسؤول العراقي ويخرب بيته. والله إذا عرفت المرة منه هو إلا يبات خارج المنطقة الخضراء، والله يستر إذا بات خارج المنطقة الخضراء. والبيوت أسرار على فكرة، والله هاي غادة صدق تخرب بيوت الناس. مرة حج متولي، مرة حج متولي، والله يا ربي روح احنا ما نصدق بيك يا أيتها التي تريدين أن تخربين بيوت الناس. والله احنا وعيد الحب شنو؟ بعدين هو شنو عيد الحب؟ هي مال دروب؟ يعني ليش يريدون يحتفل بعيد الحب؟ انا اريد احتفل بعيد الكهرباء، عيد المجاري، عيد الخدمات، عيد الامان. عيد الحب هي مال دروب، خابصينه عيد الحب وسوف نفعل في عيد الحب، ملايين تنصرف على الدباديب. والله بمكان الدبدوب لو تجيب لحبيبتك كارته بالخمسه احسن، راح تظل تخابر وتدعي لك. لو تجيب لها فت كيلو بوتيتو وفخاذ مال دجاج حيسوون تبسي ياكلون ويدعوا لك. بعدين احنا بحال عيد الحب شنو هو مناسبه مقدسه؟ شوفوا لنا شغله بها خير، مثلا سووا لنا عيد نخلص بيه من الازدحامات، فد يوم بالسنه ما تطلع بيه ولا سياره، بس مشي كلها تمشي، هم رياضه وصحه وتخفيف وزن، ونسميه عيد الخلصان من الازدحامات. زين عيد النفط، الدوله تقوم توزع نفط مجانا على الشعب كله، وش قد ما يريد المواطن ياخذ بهذا اليوم. خوش عيد والله، كلها تحتفل بيه. يعني تخيل واحد يودي لحبيبته تجي كان نفط، والله العظيم تكيف بيه. شنو هالتفاؤل اللي انت بيه؟ اتركونا عمي من الفالنتاين. فالنتاين فلنطح. المهم شوفوا لنا شغله بها خير، اترك هالسالفه، صيروا حادين بالتعامل مع حبيبتك. يعني بتقول لك حبيبتك تجيب لي هديه بعيد الحب، صير صارم وحاد، قولي لها انا ما من بهالمناسبات. يا عافيه يشريتكم. بس لحظه واحده. الو يا حبيبتي، كل عام وانت بألف خير ان شاء الله. مناسبة عيد الحب طبعا، كل عام وانت بخير حياتي انت. لا شلون هسه عيد الحب؟ صدق كذب؟ لا جبت لك هدية، جبت لك دبدوب يخبل. شلون انا هسه عيد الحب؟ مو عيب. لا يا بلا صدق جبت لك دبدوبين هم مو واحد.
عايش فيك شكواك الله يخليك. عندنا فرقة غنائية اليوم هم طاقة، بس مو ذيك الفرقة، هذول شياب وهذول يشتغلون موظفين بالدولة. خلي نشوفهم والله شلون. مشاهدينا شفنا شكو ماكو هذا الاسبوع، والاسبوع المقبل ان شاء الله راح نشوفكم شكو ماكو. راح نشوفكم موضوع جدا مهم، وهو انتشار الملاهي بالعاصمة العراقية بغداد بشكل غير مسبوق. ننتظر مشاركاتكم بخصوص هذا الموضوع على ايميل البرنامج shaku.mako2012 او شكو ماكو او على اليوتيوب، واحنا بانتظار مشاركاتكم ان شاء الله. مع السلامة.